كنت عليك قود ستقتل. وقفوا الناس يناظرون، ما حد يعرف الرجال، ليس من اهل المدينة. قال لا احد يكفلك. فالتفت رجل قال الا يكفلني منكم احد؟ فقام ابو ذر رضي الله عنه قال انا يا امير المؤمنين اكفل الرجال هذا. قال له عمر تعرفه؟ قال ما اعرفه. قال تعرف كفالتك له اذا لم يرجع؟ قال اعرف، اذا ما رجع قصيت راسي انا. قال اذهب. اطلقوا الرجال وجلسوا ينتظرون الليلة الاولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، الناس حاطة يدينها على قلوبها خايفين على ابو ذر. فلما وقف عند مكان تنفيذ القصاص وقبل غروب الشمس قال عمر قربوه، يعني خلاص. فلما دنت الشمس من الغروب فإذا بالرجل يقبل عليهم يركض. فلما جاء قال له عمر ما الذي أرجعك وقد كان بإمكانك أن تفر تنحاش؟ قال يا أمير المؤمنين خشيت ألا أعود فيقال ذهب الوفاء في الناس. قال عمر يا أبا ذر ما الذي